أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا لك زريويل على أنه النهاية ديالك قربات. خوك الجوك البارح عاوتاني خرج بقصة أخرى جديدة من القصص المرعبة ديالك. يعني انت فين ما كانت شي امرأة ولا كان شي انسان مسكين ضعيف ولا كان شي انسان مريض ولا محتاج حقار، انت انسان حقار ونصب في نفس الوقت. يعني من بعد القصة المؤلمة ديال حميدو او حميدو الراجل اللي كان مسكين مصاب بالسرطان واللي كان مصاب بالسرطان في الانف ديالو، شنا الاطوار ديال القصه ديالو، شنا كيفاش هذاك السيد تعدى عليه وكيفاش نصاب على دوك الناس وكيفاش يعني هذاك السيد تاجر به باش يطلع القناه ديالو باش يربح على ظهره الفلوس. البارح مع خوك الجوك شنا القصه ديال امي السعديه اللي عندها بقاو عندها دابا جوج ديال الاشخاص مساكن اللي هما يا كيف ما شفتوهم، راه الناس اللي شافوا الفيديو راه شافوه، والناس اللي ما شافوش عافاكم سيروا دخلوا لقناه خوك الجوك وسيروا شوفوا الفيديو. شوفوا هذيك السيده اللي في العمر ديالها اكثر من 80 سنه واللي هي مسكينه هي الحاضنه لهذوك الابناء. كانوا عندها 4 الولاد ماتوا ليها 2 وبقاو ليها 2، بقات لها امراه وراجل، واحد في العمر ديالو 49 سنه والاخرى في العمر ديالها 50 سنه. هاد الوليدات اللي عندها، هاد الاولاد اللي عندها، علاش انا كنقول وليدات؟ لانهم الا شفتوهم راه بحالهم بحال الاطفال. الاطباء قالوا لها راه هذوك الولاد راه زي ما عندهمش المخ. يعني المراه مسكينه هي كتصريح، هي خرجت كتقولها هاد الناس هادو حتى هما نصب عليهم زريويل. كيفاش نصب عليهم؟ هاد السيده هذا عاوتاني اتصل بهاد السيده هذه اللي هي امي السعديه اللي مت هاد الاشخاص اللي كنقول لكم مراه عجوز، مراه كبيره مسكينه. البارح عرات على راسها وشعرها كله شايب وكتدعي في هاد زريويل هذا، كتقول الله ياخذ فيه الحق. وهذا حنا كنعرفوا على اننا حنا في ايام مباركه عند الله سبحانه وتعالى، يعني اقتراب ديال عيد الاضحى. السيده عاودات القصه ديالها البارح، عاودتها مأساة. عرفتي شنو هي؟ ما يمكنش الانسان ما يبكيش مره واحده اخرى. بكينا مع امي السعديه كيف ما بكينا مع الاخ حميدو. هاد القصص المؤلمه اللي كنسمعوها اللي كتتصرى اللي يعني حشومه وعيب وعار انه هذا الشيء يكون في بلادنا. هاد المره اللي خرجت كتقول لك على انه هاد السيد نصب عليها في 20 مليون وهو بفمو تيقول لها يعني اتصل بها وتقول لها انا عندي الا بغيتيني يعني دار الحاله ديالها. ومن بعد شنو قال لي الا بغيت، قال للناس الا بغيتوا تعاونوها صيفطوا ليها الفلوس، وحط الرقم ديال الهاتف ديالو هو. والناس اللي كانوا صيفطوا بزاف لدرجه انهم جمعوا 20 مليون. وفاش جمع هذاك القدر المالي عيط عليها قال لها شوفي الا بغيتي نصيفط لك 20 مليون ديالك خاصك تخرجي بواحد الفيديو وتهضري على الحاله ديالك وعلى الولاد ديالك. ديك الساعه كانوا عندها 3 الابناء، دابا حاليا عندها غير 2. قال لها خاصك تهضري على الحاله ديال الابناء ديالك تصوريهم وداك الشيء وتصيفطي لي فيديو باش نصيفط لك 20 مليون. واش كيما كيتعتبرش هذا ابتزاز وسرقه ونصب وخيانه؟ لانه هذا السيد هذا كان خاصو يحط الرقم ديال الهاتف ديال السيده باش هي تاخذ الفلوس ديالها ويجي يصور معها. هو ما صور معها ما حتى شي حاجه، هادشي كامل غير عبر الهاتف وكيطلع قناته كما كنعرفوا دائما على ظهر هاد السيد، على ظهر هاد الناس هادو. فمن بعد ما تكلم معها قال لها راه بغيتي نصيفط لك الفلوس 20 مليون خاصك ديري لي فيديو. قالت لها ولدي راه انا عندي واحد الابن اللي هو مريض وتنفخ، يعني مسكين كيعاني بعض المرات كيتنفخ وداك الشيء. قالت لي خصني نديه لا كلينيك باش يتعالج وداك الشيء ومن بعد نصور لك فيديو. قالت لي صيفط لي غير مليون، محتاجه المليون. صيفط لها فعلا، صيفط لها مليون. وهذاك الفلوس ديال المليون اللي صيفط لها هذاك اكبر دليل على انه راه عنده الفلوس، يعني عنده هذيك 20 مليون اللي قال لها راه عندي. صيفط ليها المليون فعلا. الدري دخلاتو مسكين لا كلينيك وهذاك الشيء تعالج وكل شيء وخرج. عاوتاني عيط عليها قال لها صيفطي لي الفيديو. السيده استوعبات يعني بواحد اللحظات فهمات على انه راه عنده 20 مليون ديالها خصو يصيفطها ليها وما من حقوش انها مثلا يطلبها انها تصور فيديو تصيفطوا ليه. علاش؟ باش من مناسبه. قالت لك لا انا ما نصورش ولادي ونديرهم بهذيك الطريقه بحال هكا ونعطيه هو باش يحطهم يديرهم وهو عنده. فهي ما رفضاتش وما قبلاتش. اشنو دار داك السيد؟
ناض عليها بالسبان والمعيور، يعني برك عليها يا الشارفه يا العقروشه على حسب الكلام اللي قالت مسكينه امي السعديه البارح. وكتقول داكشي وهي كتبكي متألمه، لانه هذاك السيد قالك بقى كيعاير فيها، وشي وحدين من طرف ديالو هو واش الاسره ديالو ولا شي اصحاب قنوات ولا هذا، قالت حتى هما بقاو كيعيطوا وكيعايروا فيها وكيسبوا فيها. يعني السيده مسكينه سبها مزيان وعايرها، وقال لك بقى كيعيب فيها تيقول لا انا يا 20 مليون وهذا كيعيب فيها. وفي اخر المطاف ما عطاها حتى شي حاجه من غير داك المليون اللي صيفطوا ليها، بغرض انها كان طامع انها تصيفط ليه الفيديو ديالها هي والولاد ديالها ويحطوا في القناه ديالو. فاكثر من هذا الشيء نصب، اشنو بان لكم اكثر من هذا الشيء نصب؟ يعني واش هذيك السيده اللي في العمر ديالها اكثر من 80 سنه غادي تخرج تكذب على هذا السيد؟ هاد الناس كلهم كيكذبوا عليه. اشنو هو الغرض انهم يكذبوا عليه؟ السيده كتقول لك انا ما بقى ليا والو للقبر، انا مرا كبيره ما غاديش نكذب عليه. وشي دعوات اللي ما بغيتش نعاود نقولهم، يعني دعوات دعات عليه شي دعوات اللي صراحه الله زعما كيبورشوا اللحم، قسما بالله الا كيبورشوا اللحم. يعني ما فهمتش انايا انت واش لهاد الدرجه هاد الدرجه هادي انت طماع، وهاد الدرجه انت انسان ما كيهمك غير الفلوس، وتخرج تقول لنا في المنابر الاعلاميه ولا مثلا عندك انت في القناه ديالك تقول انا مساند للمراه. انت مساند للمراه؟ امي السعديه ماشي مراه، امي السعديه النصبه اللي نصبتي عليها و20 مليون اللي ديتي ليها، وانت كتقول حقا انا راه صيفط ليها واحد 2 مليون ونص. الا كنتي صيفطتي لها شي حاجه، السيده راه قالت لك انا الا صيفط ليا شي حاجه يجيب ليا شي ورقه اللي فيها انك مصيفط ليا، عندك شي دليل خرج به. بما انك صيفطتي لها يعني غادي يبقى عندك دليل على انك انت راه مصيفط لها الفلوس، فخرج وورينا هذيك الورقه اللي صيفطتي لها بها الفلوس. وعيب وعار علينا اننا نقولوا لك مثلا انت راه مسكين راك نصاب. خرج بشي دليل وقول لنا ورينا هذوك الفلوس اللي صيفطتهم لها شنو مشيتي عندها. هي السيده قالت لك انا ما جاش عندي هذاك السيد بصيفه نهائيا، حنا هضرنا في التليفون صافي. هادشي اللي تكلمنا عليه، وهذا هو الموضوع اللي كنقولوا لكم دائما. هذا السيد هذا راه كيسيبلي او كيستهدف واحد النوعيه خاصه من الاشخاص، يعني كيقلب على الناس اللي مساكن دراويش وعلى الناس اللي ما غاديش يقدروا يتابعوه قضائيا او قانونيا، والناس اللي مساكن ما عندهمش هاد الوسائل ديال ما تيكونش عندهم تليفون، ما تيكونش عندهم بزاف ديال الاشياء. فهاد السيد هذا هادو هما الناس اللي كيعجبوه، هادو هما اللي كتبان ليه ماده دسمه غادي يدخل من خلالها الفلوس، يصور الناس ويربح على ظهرهم الفلوس في الادسنس. وبالاضافه لانه كيحط واخا رغم انه عفوا سمحوا لي قال لهم في هذاك الفيديو اللي دار مع هاد السيده هذه اللي دار على هاد السيده، قال بانه راه حط رقم الهاتف ديالها عنده هو في القناه ديالو، في حين انه ما حطش رقم الهاتف، حط رقم الهاتف ديالو هو. وهذا الشيء اللي قالوا خوك الجوك البارح، لانهم مشاو داروا كونترول وقلبوا هذا، لقاو انه كان حاط رقم الهاتف ديالو ماشي ديال السيده. يعني السيد رباح على ظهر هذيك السيده ملايين صحاح. وهاد السيده راه كانت غير قصه، يعني من بين القصص العديده والمتعدده هي وهذاك مسكين هذاك السيد حميدو، من بين قصص عديده ومتعدده اللي كنصب فيهم على عباد الله. هادشي اللي كيقول لك انا حاليا تقول لك والله ما كنربح شي حاجه من اليوتيوب، وفلوس ديال اليوتيوب راه كنخسرهم غير على الطوموبيل غادي جاي من هنا وهذا، وكيقول لك انا كنعطي الناس وكنعاون الناس وكنشري الحوايج. من اين لك هذا؟ منين كتجيب هاد الفلوس؟ انت كتعترف بعض ديال اللسان ديالك انك ما كتربح والو من اليوتيوب، وفي واحد اللحظه كتقول انا كنخسر وكان عندك شي من جيوبي وكنخسر تنشري الحواله وتندير وكنفعل. ايوا من اين لك هذا؟ وشاري طوموبيل وشاري دار وشاري العم الله شنو شاري عاوتاني. قال لك ناس شاري ابارتمون في فرنسا، واحد قال لك شاري ابارتمون في طنجه، وشي قال لك شاري بقعه ارضيه. يعني هذا الشيء من اين لك هذا؟ وانت غير رئيس جمعيه، يعني كما كتدعي انت على انك رئيس، وانت رئيس جمعيه من حقوش يكون عنده فلوس، لانه الجمعيه راها كتجمع الناس ماشي كيجمعوا راسهم. فمن هنا كيتبين على انه هذا السيد نصاب كبير بزاف. وانا راه قلتها لكم، قلت لكم تابعوا قناه خوك الجوك، لانه خوك الجوك راه ما غاديش يوقف هنايا. خوك الجوك انت عطيتيه لوردغ باش يقلب عليك، وباش كيف ما درتي مع مراد الوانكم، قلتي لي سير قلب عليا، مشاك مراد الوانكم كيقلب عليك. علاش دابا كيبقى في كل حال؟ وخوك الجوك نفس الطريقه، كيف ما قلتي لي انت باغي تطلع الموجه وباغي دير وباغي هذا، فهو فعلا مشى دابا باش يقلب باش يشوفوا شكون اللي باغي يطلع الموجه، واش هو ولا انت.
فنحن لك بالمرصاد. وكما قلت لكم وكما غادي نقولها دائما، هذا السيد هذا النهايه ديالو شاره. فشوفوا حالته كي ولات الدايره، شو الخرجه عفوا سمحوا لي البارح كيفاش خرج داير في هذاك اللايف اللي خرج كيتكلم فيه. راس كله شايب، سير صبغ شعرك كيف ما موالف كتصبغوا دائما، راس كله شايب وحالتك حاله وصفاريتي وبان عليك الرعب وبان عليك الخلعه وبان عليك الخوف، ونهايتك قربات. لانه الشكايات بداو كيتفعلوا، لانه هذا المسار ديالك الاجرامي اللي انت فيه راه بدا قارب على النهايه. اصدقائي ما غادي نطول معاكم، صافي هادشي اللي غادي نقول لكم اليوم. بقات فينا ديك السيده بزاف، الله يشوف من حالها يا ربي. والله العظيم قلتها وتاثرت، صوتي كان غادي يتبدل. فالله يشوف من حالها مسكينه، والله ياخذ فيك الحق. وهذا اليوم جمعه، الله ياخذ فيك الحق كيف ما كتعدى على العيالات وكيف ما كتعدى على الناس الضعفاء، الله ياخذ فيك الحق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اصدقائي احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.